على تاني حاجة، وهي احنا بنسميها ايه، البعبع، وهو الجي بي اي. الجي بي اي ده بالنسبة لنا احنا كطلبة لسه هندخل الجامعة، لسه ما يعني لسه بنقدم على الجامعة، بيبقى رعب. بتلاقي كل الطلبة بتاعت سنة أولى بعد تسألك وتقول لك ايه، طيب الجي بي اي بتاعك كام؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ فبالنسبة لي قبل ما ادخل الجامعة بيكون بعبع، وانا جوه الجامعة بيكون بعبع. طب انا مش عارف انا بعمل ايه. وبرده لو انت فريش جراد ما قبل التخرج، انت برده بيبقى مشكلتك في الجي بي اي، انت مش عارف الجي بي اي بتاعي ده هلاقي مكان يشغلني ولا لا. انا هفهمكم عامه القصه الحقيقيه ورا الجي بي اي، وفي نفس الوقت اقول لكم من واقع الاكسبيرينس برضه. طب في السفريات كان مطلوب الجي بي اي قوي، طب السكولرشيبس، طب الانترفيوز، طيب انا اصلا في الجامعه هيفرق معايا الجي بي اي امتى؟ لازم تكون من الاول وانت داخل الجامعه انت محدد رقم واحد، انت هتكمل في الطريق السلك الاكاديمي، يبقى لازم هتهتم بالجي بي اي بتاعك. طيب انا اصلا داخل كليه فيها تخصص بعد كده، التخصص ده بيبنى على الجي بي اي، حتى لو انا لسه مش مقرر ايه التخصص بتاعي، يبقى لازم تهتم وتجيب اعلى جي بي اي. الجي بي اي عامة اعتبره زي الحاجة اللي بتقول مدى اجتهادك في فترة الجامعة. احنا واحنا طلاب ما ورناش اي حاجة غير ان احنا في الجامعة دلوقتي بندرس، عشان نكون واضحين. فده زي البطاقة بتاعت حسن السير والسلوك بتاعك، اللي بتأكد انه والله ده فلان لما دخل الجامعة، احمد لما دخل الجامعة فور اكزامبل، ده كان شاطر جدا، ده الجي بي اي بتاعه كويس. طب يا ترى بقى لو مثلا انا مش داخل عشان عايز تخصص معين، او مش داخل عشان مثلا عايز ادخل في السلك الاكاديمي، او مثلا ذاكرته واللي حصل انه الجي بي اي بتاعي مش عالي قوي، ايه الرينج بتاع الجي بي اي اللي لما حد حتى يجي يسالك ويقولك ايه الجي بي اي اللي المفروض ان انا اجيبه في الجامعه، قول له من اول 3 up to بقى 4، وانت طالع كده انت جيب عادي. يعني لو 3.01 انت كده في الامان. فانتوا خليكوا حتى دايما وانتوا بتذاكروا، اللي هو يعني عشان تكون حتى مطمن، حتى لو ما عندكش اي حاجه تخليك مثلا عايز سلك اكاديمي، او ان انت عايز مثلا تتخصص حاجه معينه، فانت خليك في الامان. الامان اللي هو ايه، من اول 3 وانت طالع كده الجي بي اي ده بيكون بيرفكت في الحاله دي. طيب ده بقى، طيب بعد ما اتخرج انا في انترفيو الشغل هيجي يقولوا لي بقى، يعني انا وانا قاعد كده هتخيل انه مثلا انا اتش ار، فلا يدخل عليا يقول لي والله زي كان ندى الجي بي اي بتاعي 3 بوينت مش عارفه ايه. لا، هو ده ما بيحصلش. انت بتدخل بالحاجه اللي هنتكلم عليها بعد كده، وهي السي في. يعني بتدخل كامل كده، بيبقى الفيرتشوال اي دي بتاعك اللي بيكون ماشي معاك، الورقه اللي بتقول لي انت مين، بيكون مين، بيكون السي في. لكن الجي بي اي زي ما قلنا هي زي مثلا مدى تركيزك، او مدى مثلا اجتهادك في فتره الجامعه، وان انت بتحاول ان انت تطلع بيها او تطلع منها باعلى استفاده. طيب احنا بنقول في العنوان هنا ازاي اجيب بقى جي بي اي عالي، بما اني عايزه اكون خلاص في الامان يعني، من غير ما يحصل لي بريننج اوت. يعني ايه من غير ما يجي لي بانيك اتاك كده وانا بذاكر، اللي هو هل يا ترى لازم اقعد اليوم كله بذاكر عشان اجيب جي بي اي كويس؟ وفي الحقيقه ان احنا حتى لو بصينا حوالينا هنلاقي ان انت مثلا هتلاقي مثلا نفسك بتذاكر 7 ساعات بعد الجامعه، وعندك واحد صاحبك بتلاقيه بيجي كده ياخد ساعتين كده بعد ما يجي مثلا من جامعته، وتيجي بقى في الكويزز او حاجه وتلاقي ان هو سبحان الله هو قاعد مثلا ساعتين بس، وانت قاعد 7 ساعات، هو مثلا جاب جريد اعلى منك. هل يا ترى دي بتفرق في ايه؟ يعني هو دلوقتي مش بالوقت بقى، يعني مش بعدد الوقت زي ما كنا ايام المدرسة. بيبقى على حسب ايه؟ بيبقى على حسب ان هو طريقة المذاكرة في الجامعة او ما بعد الجامعة بتبقى مختلفة تماما عن المدرسة. يعني مش بأكترية ما انا هقعد اكتب، او مش بأكترية ما انا هقعد اسمع فيديوز، او مش بأكترية ما انا هقعد اعيد وازيد في اللي انا عرفته. لا، احنا في الجامعة بنتعلم العلم عشان بعد كده نعلمه، او بعد كده نبتدي ان احنا نعمل منه innovation ideas او افكار كويسة، بحيث ان انا ادخل بيها ماستر، ادخل بيها مسابقات، اكمل بيها، اشرحها لغيري. فالعلم اصلا صياغه في فترة الجامعة مختلف عن صياغه في فترة المدرسة، او حتى ما قبل الجامعة. فانت لازم تتعلم ان انت تذاكر عشان تفهم. فانت دايما قول لنفسك انه المعلومة اللي اعرف اشرحها لغيري يبقى انا كده اتعلمتها. المعلومه اللي ما اعرفش اشرحها لغيري انا ما اتعلمتهاش. هي ملهاش دعوه بالسكيلز، يعني مش تقول انا مثلا ايه ما بعرفش اشرح، هي مش كده. بس إيه طريقه توصيلك للمعلومه لو انت عرفت توصلها لغيرك. حتى بتلاقي مثلا ايه، بتلاقي مثلا إيه وقت الكويزز ولا وقت الامتحانات بتاعه الجامعه، تلاقي في حد كده واقف ما شاء الله عليه، اللي هو اشرح لي الحاجه الفلانيه، تلاقيه بيشرحها لك وانبسطت، وعلى فكره تقدر تستفيد منه اكتر من اي دكتور كمان موجود في الجامعه. فتعرف ان هو ذاكر بذكاء. طيب عامة الجامعة بتبقى محتاجة ايه؟ بتبقى محتاجة ان انت خدت اللكتشر النهاردة، روح اقرأها،
وبعد كده انت المفروض تكون طالع اصلا من الجامعه تكون فاهمها. طبعا بقى عندنا مشكله كبيره قوي طول ما احنا في فتره الجامعه، اللي هو وانا لو سالت الدكتور هيقول عليا مش عارفه ايه، انا لو سالت صحابي اللي ورا اللي في اخر بنش هيتريقوا عليا، طب مش فبرجع اسكت، فبسكت، فما ما بعرفش اخد المعلومه تاني. رغم ان احنا لسه بنقول ان فتره الجامعه هي الفتره اللي انت بتبني فيها شخصيتك، فانت خايف تسال، فانت ما بعد كده في الحياه تعمل ايه؟ فلا، انت اسال وافهم عشان بعد كده الموضوع ما ياخدش منك وقت. في طريقه بقى، كان حتى في دكتور كده في جامعة بره كان قالها، حتى كنت جربت اعملها في السنين الأخيرة في الجامعة. هي ايه بقى؟ هي ان انت خد اللكتشر عادي، وبعد كده افهمها من الدكتور بتاعك، انت حضرتها او حتى ايا مكان انت سمعتها فيديو فور اكزامبل على اليوتيوب. ابتدي ان انت خدها وحطها على اي تول، مثلا فور اكزامبل شات جي بي تي، وابتدي ان انت اطلب منه الاسئله على هيئه السياق بتاع الجامعه بتاعتك. يعني مثلا اقول له اديني ام سي كيو، اديني اسئله كريتيكال ثينكينج، اديني اسئله مثلا تحاول ان هي ايه، تفتح دماغي بطريقه معينه. في دكتور مثلا قال لك ده احنا بنجيب ماتشنج، ده احنا بنجيب اللي هي طريقه الاسئله اللي بتبقى مش يوجوالي الدكاتره بيستخدموها في الجامعه. فبالتالي انت بتعمل عندك ايه بقى؟ بتعمل عندك كويشن بانك. الكويشن بانك ده يخليك بقى ايه، فكره ان الناس بيجي لها بانيك اتاك من الامتحانات، واللي هو انا فاهم والله ومذاكر المحاضره واللكتشر واللاب، وانا المفروض ان انا كل حاجه تمام، بس مجرد ما بدخل بمسك ورقه الامتحان في ايدي، انا خلاص كل حاجه بنساها، ما بقدرش اكتب. ده ليه؟ عشان انت بتستنى بتاخد التشوك بتاع الامتحان مرة واحدة. يعني انت مثلا قعدت طول السمستر انت بتاخد بس اللكتشر بتاعتك، فانت لا، ما تعملش كده. اعمل ايه؟ خد اللكتشر وانت درب نفسك على الاسئله، اقعد ان انت طيب. في جامعات كتير على فكره، انا جامعتي برضو من الجامعات دي اللي ما فيهاش اصلا كويشن بانك لما كنت في الجامعه. فنعمل ايه؟ ابتدي ان انت تعمل كويشن بانك لنفسك. وزي ما بقول لكم، عشان كده انا حاطه لكم بعد كل سب تايتل الجزء بتاع الاي اي، لانه وفر علينا بشكل كبير جدا. احنا غير الاجيال التانية اللي كانت قبلينا، احنا نقدر ان احنا نجيب اسئله لنفسنا، نعرف نحل لنفسنا، نعرف نخلي اي اي يشرح لنا، نعرف نوصل لاي كونتنت علمي من اي مكان في العالم واحنا قاعدين باللابتوب والموبايل بتاعنا. ولازم نكون عارفين ان اهم حاجه وانت بتذاكر، ان انت من بعد ما انت تعمل نفسك تعود نفسك على الاسترس بتاع او على التشوك بتاع الاسئله، هي ان انت تعمل تايم مانجمنت. انا متاكده ان انا لو سالت دلوقتي وقلت لكم مين هنا بيبقى مثلا الامتحان قبليه اسبوع وبيذاكر ليلته او قبليه بيومين، هلاقي معظمنا بيقول احنا قبليه بيومين. انا اصلا كنت من الناس اللي بتعمل كده في الاول. ده يعمل ايه؟ ده يخلي الاسترس بتاعك عالي جدا. فانت بعيدا بقى عن انت داخل امتحان وخايف على الجي بي اي بتاعك، انت الوقت عندك ازف منك في كل الحاجات دي. فانت لا، الغلطات اللي غيرك وقع فيها وحاسس ان هي خلاص انت عرفت ان النصيحة ان انت تستفيد منها بعد كده، حاول ما تقعش فيها انت كمان. وعشان نكون عارفين، عشان احنا بنبقى متخيلين زي مثلا ما كاتبه لكم الكود تحت، ان الامتياز انت تكون شخص ممتاز، يعني مش الاكسلنس بمعنى الاكسلنس في الجي بي اي. مش باكتريه البريشر اللي انت هتحط نفسك فيه، هي بيكون على حسب البالانس والكونسستنسي. يعني ايه؟ يعني انا مش شطاره ان ادخل في مليون حاجه. يعني مثلا هنتكلم فور اكزامبل ريسيرش مثلا opportunities، دكاتره بتعمل ريسيرش مثلا، فمش باكتريه الحاجات اللي هدخل فيها. لا، انت ادخل في حاجه اعمل بالانس ليها مع السكادجول بتاعك والجدول بتاعك، والاستمراريه على انك تكملها هو ده النجاح. مش ان انا ادخل في حاجات كتير قوي. يعني ايه؟ يعني مش ان انا دخلت في النشاط الفلاني وعملت الحاجه الفلانيه وحضرت اللكتشر مش بالاكتريه. عشان في النهايه انت لازم تعرف ان انت كل خطوة انت بتعملها دلوقتي هتليد بعد كده للحياة اللي انت هتعيشها. فانت لازم تكون متعود ان انت بتبالانس وبتختاري البريوريتي بتاعتك ايه الافضل. طيب احنا لو جينا دلوقتي دخلنا على البارت المهم في الجزء بتاع الجي بي اي او المذاكره عامه، وهي الاي اي تولز في الريسيرش عندنا. انا حاطط لكم بلاتفورمز ممكن انتوا تذاكروا منها. انا عارفه ان اكيد معظمنا دخل على خان اكاديمي، ده خان اكاديمي دي عشان يعني دي على اليوتيوب كده بيدينا ايه، شرح كل حاجه حرفيا من قديم الازل بس بطريقه صغنونه. وبرده كويزلت ده ان انت تديله اللكتشر فيبتدي يعمل لك فلاش كاردز، اللي هو زي يعمل لك مايند مابنج كده زي ان انت تذاكر، ويسهل عليك الطريقه بتاعه ربط الاحداث في اللكتشر مثلا المحاضره بتاعتك. برضو لو انتوا بتحبوا ابلكيشنز فوكس، يعني تعملوا فوكس من عليها مثلا، او productivity، فهتلاقوا برضو ابلكيشنز. وبرضو كل مدى هتلاقوا ان في اي تول مختلفه عن شات جي بي تي شويه، او شات جي بي تي معاه كذا حاجه عشان انتوا تفهموا. وبيبقى فيه خلي بالكم حاجات معينه بتبقى خاصه بالريسيرش بيبرز. مثلا لو انتوا عايزين بتدوروا على اجابه مثلا ريسيرش كويستشن معين في بيبر، ما تبتدوش ان انتوا بقى تقعدوا فور اكزامبل تضيعوا وقت وتلاقوا مثلا البيبر دي مش مهمه. بس انصحكم برضو ان انتوا تقروا البيبر كلها، عشان اكيد هتستفيد حاجه من الايه البيبر نفسها.